كلنا شفنا منتخب مصر طبعا الفترة اللي فاتت، خصوصا بعد ماتش اثيوبيا، وشفنا طبعا الاداء ما كانش حلو. هو طبعا يهمنا الثلاث نقط، بس احنا كناس بتفهم كورة اكيد لازم تطمن على مستوى فريقك، ودي كانت حاجة قلقة الناس كلها. لو هنيجي نتكلم يا جماعة، نجوم مصر بدأوا يتكلموا على بعض اللعيبة، وانا على فكرة مش مع ولا ضد حسام حسن، برغم ان انا عارف ان هو يعني فنيا على قده شوية، لكن في حاجة مهمة عايزين نتكلم فيها. هو بيتكلموا ان اسامه فيصل يا جماعه مكانه مش في المنتخب، والمنتخب كبير عليه. طب يا جماعه، يعني انتوا شفتوا الكره اللي شاطها مصطفى محمد دي شوطه حد محترف اصلا؟ بالله عليكم، في حد محترف يعمل كره زي دي؟ لا بصاها ولا شاطها ولا اي حاجه في اي حاجه، يعني حاجه تدل على انه لا لاعب محترف ولا اي حاجه، ولا محلي ولا دولي. فالناس ليه بتتحامل على اسامه فيصل؟ واسامه فيصل لسه يا دوبك بياخد فرصته يا جماعه زيه زي اي حد. مش عايزين اي لاعب كده جديد في المنتخب نهاجمه بقوه قوي. وحسام حسن مش عيب ان هو يجرب برضه بعيد عن الاهلي والزمالك، برغم اني بختلف معاه كتير جدا ان هو برضه يعني بيحاول يحط لعيبه بعينها كده ويستثنى لعيبه ويكنسل لعيبه، حاجه كده زي تصفيه الحسابات. لكن في النهايه كلنا مع حسام حسن عشان المنتخب طبعا. وخلي بالكم، الاختبار الحقيقي مش هو في تصفيات كاس العالم خالص. الاختبار الحقيقي هو كاس الافريقيه اللي هيتلعب في المغرب. ده الاختبار الحقيقي لحسام حسن، مش التصفيات. التصفيات مجموعات سهله خالص، مش عايزين نضحك على نفسنا، المجموعات سهله ايا كانت سهله خالص. لكن الاختبار الحقيقي هو في التصفيات كاس الافريقيه طبعا. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، بس مش عايزين نغمة المجاملات. احنا زهقنا من الكلام دوت، لان فعلا الناس تعبت، وانت في القاره تقيل. كان الاوان اللي انت تخش كاس العالم كل بطوله وتجيب البطولات كمان. في النهايه نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.